طلال الأنصاري هو رابع مشارك راح يقدم عرضه لمشروعه وأيضا من أفكاره واختياره، ومثل زملائه المشاركين راح نبدأ بتقرير عن مشاركته في البرنامج. طلال يحب يكون مسؤول عن شيء. شخصيته وايد، ما في ولد مثله، كلهم عيال في صدق، عندي أحفاد هاللون، لكن هو وايد أخلاقه عالية، وايد أخذ مسؤولية. هو البكري الكبير، أكبر إخوانه. زين الفكرة الثيم بتعرفون الاسم بنسميه بحرين تريجر هانت. اتس لايك تريجر هانت. نسوي نوع فعالية حق اليهال، نختار 4 أماكن نروحها، في كل مكان نعطيهم مهمة يسوونها. حركته وشخصية، طلعت له ويا الجماعة وتكلم وتحكي جرأياته زين. هذه فرحني أنا في هالمنطقة. فمتعود إنه ياخذ القيادة وحب إنه يكون فعلا قائد. أنا أحس أن أداء فريقنا في هذه المهمة كان جدا ممتاز ومتميز، يعني قدرنا نحقق لونج تيرم ريليشن شيبس مع محل أبو يوسف، وهو جدا استانس من أدائنا إحنا. وفي فكرتك اللي يبي البزنس والشغل واللون، فكر في هالموضوع ودخل، قلنا الله يوفقك. هذه أخف ومور اكسبنسيف، بس إحنا نفكر في بنقاس لي إلا اللهم بنحط على بعض بطريقة طلال يحتاج ياخذ الأمور بهداوة، يقلل من العصبية. احنا اللي نفرض علينا اللي نبيه، الخدمه احنا نسوي له اياها. اذا نكتب can we get him to give out free ماي لقاح؟ لا ما نقول له ممكن تقدر تسوي، نقول له احنا نبيك تعطينا ماي لقاح ببلاش، احنا نبيك تسوي لنا هاللون. الشيء الحلو في البرنامج انه علم الشباب شلون يعني يجربون الحياة العملية، شلون يشيلون البزنس وهو خسران، شلون يسوونه ناجح، شلون يتعاملون حتى مع الأطفال، مع كل المستويات، من كبار من صغار. ولد طيب وصالح ما شاء الله، لكن أتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته. شفتوا طلال، بتشوفون بعد شوي مشروعه. مشروع طلال هي شركة تتبنى الشباب الهاوي لفتح قنوات خاصة فيهم على موقع يوتيوب. تندرج هذه القنوات تحت شركته لحث الشباب للاتجاه نحو إنشاء قنوات تبرز إبداعاتهم. أحب أكون الجندي اللي يرفع راس بلاده، الجندي اللي كل ماله وقت الفزع بان مقامه، يذكر ربه وهو واقف وهو قاعد في مكانه، ينتمي للقرآن واللسان عنده أمانة. جندي يحب يساعد، قلبه أبيض مثل الدانة، من طموحه يبي يوحد كل الناس على الديانة، ما تهم أقوال الناس وما تهمه أي إهانة. أنا جندي ربي وربي غني عن إعانة، بديت من الصفر والحين طفيت المية ويصك كل 100,000 وادش المليونية، كل ناجح سر نجاحه كان في الحلم والأمنية، وش حقه أنا جالس في مكاني ما ندم، يا أنا روض هذه الجسد حق يشتغل باليومية، والصعوبة اللي قدامي هي مجرد التسلية، كل شي ممكن في عنواني كنت أطرحة الربية، فلازم اليوم أحقق الأمنية. بسم الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضورنا الكريم في الحفل الختامي لبرنامج المهمة. معاكم طلال الأنصاري، والبزنس اللي راح أسويه راح يسد حاجة كبيرة موجودة عندنا بسوق العمل بمملكة البحرين، مع ظاهرة انخفاض أسعار الكاميرات والإلكترونيات وتواجدها بكثرة في الأسواق. طلعوا الكثير من الشباب البحريني اللي اشتروا هذه الكاميرات وابتدوا يسوون فيديوهات ويحطون هذه الفيديوهات على موقع اليوتيوب. منهم عدد بمملكة البحرين اللي حقق النجاح الكبير، لكن مع الأسف نشوفهم بعد فترة من الزمن يوقفون وما يتابعون، والسبب لذلك يعود لأنهم مو بلاقين الدعم المعنوي والمادي علشان يكملون ويتابعون في هذا المجال. فإحنا قمنا ورح نسوي دراسة، نبي نعرف إيش معنى في الغرب أصحاب قنوات اليوتيوب بأمريكا وأوروبا ناجحين ومستمرين عكس الشباب الموجودين عندنا. فاكتشفنا أن في شركات عندهم تسمى مالتي تشانل نتوركس، هذه شركات تجمع ما بين أصحاب قنوات اليوتيوب وما بين شركات الدعايات. هذه نوع من الشركات تقدم الكثير من المزايا حق أصحاب قنوات اليوتيوب بمقابل جزء من الأرباح اللي راح تحققها القناة عن طريق الدعايات. واليوم جبنا لكم مثال حي
ونخبة من الشباب البحريني الواعد اللي راح يطلع اليوم هني على المسرح ويتكلمون عن فكرتهم وموهبتهم، فليتفضلون على المسرح. السلام عليكم، احنا شباب تونا متخرجين من المدرسة ونبي نبتدي برنامج يوتيوبي. اسم البرنامج هوتو بالعربي. من خلال البرنامج نبي نعلم المشاهدين عن وايد اشياء بطريقة كوميدية، مثلا شلون نستخدم خدمات الحكومة الالكترونية في حياتنا اليومية، او شلون ننزل برامج الايفون او الجالكسي. باختصار مدة فيديوهاتنا ما تتعدى 5 دقائق. اي نعم، هذه هي اسم قناتنا هوتو بالعربي، وشكرا. السلام عليكم. طبعا تحية خاصة حق حمد والمدير لو سمحتوا. الطاقة كانت شوي قوية. اسمي براء عبد الله، مذيع ومقدم برامج وفعاليات. طبعا كان لي الشرف اقدم برنامج اسمه مشروعي من تمكين، وكان طلال مشارك فيه، وسمعت اتكلم انه يبي يساعد شباب يفتحون قنوات يوتيوب. قلت له شيخ انا بساعدك. قال لي ولا يهمك، كل اللي عليك تسويه بس تسجل اسمك في قائمه. والحمد لله ان شاء الله الان بكون احد مقدمين قنوات اليوتيوب مع طلال الانصاري. يعطيكم العافيه وشكرا. تحية كبيرة للشباب البحريني، يستحقون. والحين راح ناخذكم الى فيديو مدة دقيقة واحدة راح يشرح لكم المزايا والخدمات اللي راح تقدمها الشركة لهذا النوع من الشباب بمملكة البحرين. في النهاية راح أتكلم عن شيء يتعلق بالبداية اللي ابتديت فيها هذا البرنامج، هذا العرض. أنا في يوم من الأيام كنت أحس إن عندي موهبة، ورحت تعرفت على أهلي، وابتدينا مع بعض ندور على من ممكن يقدم لي الدعم عشان أنمي هذه الموهبة وأطور منها. فدورنا ودورنا ودورنا، لكن للأسف ما حصلنا. فانصحوني كل أهلي أن يترك عني هذا المجال وأركز على الأشياء المهمة، الأشياء اللي لها مستقبل بالبحرين، نفس دراستي وشغلي. فاليوم أنا قررت أني أدخل هذا المجال، مجال اليوتيوب، لأني أحس بالشيء اللي يحسون فيه هذين الشباب. خصوصاً أن مجال اليوتيوب مو محصور على نوع واحد من المواهب، لا، أي أحد موجود من بيننا اليوم ممكن أن يبرز موهبته على اليوتيوب. كان الشخص مثلا ممكن عنده موهبة بالطبخ أو بالتمثيل أو في الغناء أو في الإلقاء أو في التصوير وإلى آخره، والمواهب كثيرة. ختاماً أشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم. أتمنى أن عجبكم العرض، وتحية للشباب اللي مثل معانا وراح يتعاونون معانا إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفائز ببرنامج المهمة لسنة 2014 طلال الانصاري. الفائز ببرنامج المهمة 2014